السلام عليكم. عايزك تتخيل نفسك بتحاول تخلص المهام اللي وراك في الشغل، بس تليفونك مش بيبطل رن. حتى لو الشخص اللي بيتصل بيك ليه علاقة بالشغل، هيقطع حبل أفكارك وهيفقدك التركيز. في الآخر هتحس إنك ما عملتش حاجة مهمة وإن اليوم ضاع على الفاضي. فلو عايز تتغلب على الفوضى دي وتبقى إنسان منظم وناجح، الكتاب ده لستيفن كوفي هيعلمك إزاي، وده عن طريق 7 عادات بسيطة هتخليك إنسان فعال وتحقق أهدافك وتعيش حياة متوازنة وسعيدة. العادة الأولى: كن مبادر. كوفي بيقول إنك لازم تتحمل مسؤولية حياتك، يعني بدل ما تلوم الظروف ركز على اللي تقدر تتحكم فيه. مثلا لو اتأخرت عن شغلك ما تقولش الزحمة هي السبب، قول أنا هخرج بدري بكرة. المبادرة زي القيادة، لو أنت مش بتقود حياتك هتبقى زي اللي ركب ميكروباص من غير ما يعرف هو رايح فين أصلا. العادة التانية: ابدأ وانت شايف النهاية. حدد أهدافك بوضوح من الأول. كوفي بينصحك تتخيل حياتك بعد 10 سنين، انت عايز تبقى فين بالظبط. مثلا لو نفسك تبقى صاحب شركة، تخيل نفسك قاعد في مكتبك وبتدير الفريق بتاعك وبتوجههم عشان يخلصوا مهام معينة. إنما لو ما حددتش أهدافك هتبقى زي اللي سايق عربية ورايح عنوان ما يعرفوش ومش معاه حتى GPS يمشي عليه. العادة التالتة: رتب أولوياتك. لازم تميز بين المهم والعاجل والغير مهم والغير عاجل. هيطلع عندك أمور مهمة وعاجلة، حاجات لازم تتعمل زي الشغل والأزمات أو الطوارئ عموما، وأمور مهمة وغير عاجلة، دي أمور تتجدول زي المكالمات أو الرسائل الأسرة والعيلة أو التخطيط للمستقبل. وأمور غير مهمة وعاجلة ممكن تفوض حد مكانك يعملها زي الرسائل والإيميلات. وأمور غير مهمة وغير عاجلة ودي ممكن تأجلها لفترة طويلة زي إنك تشوف أفلام أو مسلسلات أو تلعب جيمز. كوفي بيحكي عن واحد كان بيشتغل 12 ساعة، بس لما بدأ يرتب أولوياته قلل ساعات عمله ل8 ساعات وقضى وقت مع أهله وبقى أكتر إنتاجية. العادة الرابعة: فكر الطرفين كسبانين، وين وين. في العلاقات حاول إنك تكسب الاتنين. مثلا لو بتبيع حاجة ما تكدبش علشان تبيع بأغلى سعر، اعمل صفقة تناسبك انت والعميل. العلاقات الناجحة زي الماتشات، لو الكل كسبان الكل هيبقى مبسوط. العادة الخامسة: اسمع الأول علشان تتفهم. اسمع بتركيز قبل ما تتكلم. كوفي بيحكي عن مدير كان دايما بيقاطع موظفينه، فلما بدأ يسمعهم بجد الموظفين بقوا أكتر إنتاجية لأنهم حسوا إنه مهتم بيهم. وبيدي مثال تاني، لما كان راكب في المترو كان في أطفال مزعجين جدا والكل كان مستاء من الدوشة، والأب كان معاهم غير مهتم تماما. فاتدخل كوفي وطلب من الأب يسكتهم. اعتذر الأب وقال إن والدتهم لسه متوفية النهاردة في المستشفى وهو من الصدمة مش مركز في حاجة، وكرر الاعتذار ونزل هو والأولاد من المترو. كوفي هنا حس بالندم وقال إنه كان لازم يستفهم منه الأول قبل ما ينتقده. العادة السادسة: اتعاون مع الناس. التعاون هو أساس النجاح. مثلا لو في طفلين عايزين يوصلوا للعبة فوق مكان عالي، لو كل واحد فيهم حاول يوصل منفرد للعبة دي مش هيعرف، لكن لو تعاونوا مع بعض هيوصلوا للعبة بكل سهولة. التعاون زي الطبخة، كل واحد بيحط مكون والنتيجة بتبقى أحلى. العادة السابعة: جدد نفسك. كوفي بيسميها سند المنشار، يعني لازم تهتم بنفسك جسديا عقليا وروحيا. كوفي بيحكي عن مديرة كانت بتشتغل من غير راحة، بيقول عليها مرهقة زي المنشار البارد اللي مش مسنون فما بيقطعش الخشب. لكن لما بدأت تاخد من يوم إلى 2 في الأسبوع ترتاح وتعمل حاجة بتحبها، بقت أكتر إنتاجية وسنت المنشار. النقد: الاعتماد على الظروف بيدمرك. كوفي بينتقد فكرة إننا نلوم الظروف على فشلنا. كتير بيقولوا أنا مش ناجح عشان الدنيا صعبة، بس ده زي لطافة المدمرة بيخليك واقف في مكانك. زي ما اتكلمنا في كتاب زي فن لا مبالاة، ركز على اللي تقدر تتحكم فيه. نصايح عملية عشان تكون فعال. كوفي بيديك خطوات واضحة زي تحمل المسؤولية، ركز على اللي تقدر تتحكم فيه، حدد أهدافك، اكتب أهدافك وتخيل نفسك وانت بتحققها، رتب أولوياتك زي اعمل المهم الأول، فكر طرفين كسبانين، وين وين، اتعامل مع الناس بطريقة عادلة،
اسمع بتركيز وحاول تفهم اللي قدامك. اتعاون واشتغل مع الفريق. جدد نفسك وخد وقت لنفسك. الفكرة النهائية: العادات ال7 دول زي خريطة للنجاح، لو طبقتهم هتبقى إنسان فعال وهتعيش حياة متوازنة وتحقق أهدافك. الاعتماد على الظروف زي الخجل المدمر، بيخليك واقف في مكانك. ابدأ بنفسك النهاردة. لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر عشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.